بصوا بقى يا جماعة، في حاجة سمعتها قلت أقولها لكم عشان تستفادوا منها، وكمان تاخدوا بالكم منها. لازم كلنا ناخد بالنا من الحاجات دي. القصة ديت واحدة بتحكي بتقول: أنا رحت وديت بنتي المدرسة ورجعت البيت، بعد شوية لقيت بنتي بتتصل بيا فيديو وبتقول لي: افتحي لي الباب يا ماما أنا بره. فالست استغربت، قالت: ازاي يعني؟ ازاي بنتي جات لوحدها من المدرسة وواقفة بره؟ فالست طلعت ذكية برضو، ما راحتش فتحت على طول. قعدت تسألها شوية أسئلة، تعرف هي فعلا عارفة عنهم حاجة ولا دي مين ولا في ايه بالظبط، مش عارفة، بس مستغربة ان هي صورة بنتها. فسألتها، فالبنت ما عرفتش، البنت ما عرفتش تجاوب، واتلجلجت وقالت لها: بس افتحي ولما ندخل نتكلم. الست طبعا الفار لعب في عبها كده، ما اطمنتش، قالت: لا لازم اتاكد. راحت متصله بالمدرسه وقالت لهم: انا عايزه اكلم بنتي عشان انا بتصل بيها تليفونها غير متاح. قالوا لها: عشان هي في الكلاس، وانت عارفه ان احنا بنقفل التليفون وهي في الكلاس او في الفصل يعني. فلما تطلع هنخليها تكلمك. المهم شويه وبنتها خلصت وكلمتها. فالست سالتها، قالت لها: يا بنتي انت جيتي عند البيت؟ قالت لها: لا. قالت لها: انت اتصلت بيا فيديو وكلمتيني؟ قالت لها: لا. قالت لها: انت تعبانه؟ قالت لها: لا انا مفيش اي حاجه. فالست استغربت جدا، وطبعا بحثت وعرفت ان هما دلوقتي بيعملوا حاجه، اللي هي الاي اللي هما بياخدوا الصور ويركبوها، وممكن يعملوها على فيديوهات، ويتصلوا بالام بقى او الاب او اي حد، ويعملوا فيديو ان مثلا محتاجين فلوس، بنتي تعبانه، ابني تعبان، اي بقى حوارات، اي حوارات تتخيلوها. افتحوا الباب، احنا تحت، احنا قرايبكم، احنا مش عارفه مين. خلينا ناخد بالنا ان هم بياخدوا الصور بتاعتنا، وبيعملوا بقى الاي ديت، او الحاجات بقى اللي فيها تكنولوجيا والكلام ده كله. فانا قلت برضو ناخد بالنا من الحاجات دي، ان ممكن تحصل مع اي حد نعرفه، يحصل مع بنتي، يحصل مع ابني، يحصل مع اي حد. غير كده كمان ان الموبايل بيسجل كل حاجة احنا بنقولها. يعني مثلا لو اتكلمتي في موضوع، هتبص تلاقي الموضوع ده طالع لك مثلا على الموبايل. يعني مثلا انا كنت بتكلم مثلا عن الفراخ والكتاكيت والحاجات دي مع حد كده قريبي، فبصيت لقيت الموبايل اول ما فتحته جايب لي كتاكيت وجايب لي فراخ وجايب لي الحاجات دي. يعني اي حاجه بتتكلمي فيها، بتفتحي النت تلاقي تلاقي قدامك الحاجه دي. انت اتكلمتي مثلا عن اللبس، عايزه فستان سواريه، عايزه اي حاجه، اكيد حد حصل معاه المواقف دي، اكيد يعني. فحصلت كذا مرة نتكلم مثلا على فساتين سواري ومش عارفة ايه، والموبايل مفتوح ومحطوط جنبنا، نبص نلاقي نفتح نلاقي فيه فعلا صور لفساتين سواري. او مثلا زي ما قلت كده، كنت بتكلم مع حد على الفراخ والبط والحاجات دي والكتاكيت، بصيت لقيت جايلي فيديو عن الكتاكيت. هو يعني الموبايل بيسمع؟ اه الموبايل بيسمع وبيسجل. وخدوا بالكم الموضوع ده لما تيجوا تتكلموا في حاجة مهمة، نصيحة يعني سمعتها من حد ما كده: اما تيجوا تتكلموا في حاجة مهمة، اقفلوا الموبايلات، بجد اقفلوا الموبايلات خالص، او حطوا الموبايلات في اوضه، وانتوا اتكلموا في الحاجه المهمه دي في اوضه تانية خالص غير الاوضه اللي فيها الموبايل. او نقفل موبايلاتنا لو هنتكلم في حاجه مهمه مش عايزين حد يعرفها، او حد يعرف حاجه عن حياتنا. التكنولوجيا دلوقتي بقت خطيره جدا، خدوا بالكم منها، علشان كمان عشان عيالنا، عشان اولادنا، عشان كده. فلازم ناخد بالنا منها، ناخد بالنا من كل حاجه، من الصور، ناخد بالنا من ان احنا ما نتكلمش والموبايل مفتوح، نقفل الموبايل لو هنتكلم في حاجه مهمه عشان ما حدش يعرف عننا حاجه. زي الموقف اللي حكيت لكم عليه، القصه بتاع الست دي وبنتها، ودي كل واحده تحكي لبنتها، كل واحده تحكي لاختها، تحكي لصديقتها في الشغل، تحكي لها المواقف دي عشان تاخد بالها لو حصل معاها موقف شبه ده، تعرف تاخد بالها كويس. وبرضه تاخد بالها من الموبايل، ما تتكلمش والموبايل جنبها والكلام ده كله، عشان الموبايل بيسمع. الموبايل معفرت؟ لا الموبايل مش معفرت، الموبايل بيسمع. فناخد بالنا من الحوار دوت ونحذر بعضنا، كلنا نحذر بعضنا.